هي مواجهة سودانية تونسية بين المريخ وضيفه الترجي المتصدر. أبناء باب السويقة لم يتأخروا كثيرا ليتقدموا في النتيجة عبر محمد علي بن حمودة بعد خطأ دفاعي من جانب ممثلي الكرة السودانية في هذه المجموعة. المريخ لم يستسلم، حاول وتحصل على ركلة جزاء طرد على إثرها رائد بوشنيبة وترجمها باولو سيرجيو لويس إلى هدف التعادل. تعادل عزز صدارة الترجي التونسي الذي حجز مقعدا في الدور المقبل. اللقب الإفريقي بات مطلبا لجماهير شباب الوزداد بعد تألق لافت محليا في السنوات الأخيرة. المدرب نبيل الكوكي يعي جيدا حجم المسؤولية، ومتصدر الدوري الجزائري ضغط مبكرا وهو يبحث عن هدف التقدم. المدافع سفيان بوشار سدد من بعيد، لكن الحارس محمد صبحي كان بالمرصاد. الشباب صنع فرصا كثيرة أخطرها عبر بالخير الذي كان قريبا جدا من هز الشباك. الضيف المصري ظهر بعد نصف ساعة تقريبا. سيف الدين الجزيري راوغ وتوغل، لكن الحارس قندوز حرمه من افتتاح التسجيل. الكوكي بقي يترقب وينتظر في الشوط الثاني في وقت تحرك فيه فيريرا من مكانه. الجماهير واصلت التشجيع كشخص واحد، وهدف التقدم جاء عن طريق دراوي بتسديدة زاحفة جعلت المدرجات تتلون باللون الأحمر. شهية الشباب بقيت مفتوحة، وليونيل وامبا عزز تقدم أبناء العقيبة بهدف ثاني. ثنائية عبرت بالشباب إلى ربع النهائي وجعلت الزمالك يودع البطولة الإفريقية رفقة المريخ.